خلال السنة غادي نعقدوا 4 اجتماعات دورية تواصلية ما بين القطاعات الحكومية والغير الحكومية ذات الاهتمام بموضوع المرأة والطفل والعنف ضد المرأة والطفل. وبدينا فعلا هذه الاستراتيجية خلال هذا العام هذا، وعقدنا 3 دورات، واليوم غادي نختموا هذه السنة هذه بدورة أخيرة، دورة رابعة غادي نطرقوا فيها لواحد الموضوع هو من أهم المواضيع اللي كتشغل بال الحكومة المغربية عموما والمسؤولين عن الوضع الاجتماعي في البلاد. الموضوع يتعلق بالطفل في وضعية الأطفال في وضعية صعبة والأطفال المهملين. هذا الموضوع هذا كنبغيو نعطوكم واحد الأرضية للنقاش ونوفر لكم واحد الأرضية قانونية باش نوضح لكم كيفاش كيتم التعامل مع هذه الملفات من ناحية قانونية. لأنه كما سبقت الإشارة يعني المقاربة القانونية يعني بمجرد المقاربة القانونية بوحدها غير كافية في معالجة هذه الأوضاع، في معالجة هذا النوع من القضايا. لا بد من واحد المقاربة شاملة، وهذا هو الدور ديال هذا النوع من اللقاءات، لأنه غادي يتم فيها تضافر مجموعة من الجهود ومن توحيد مجموعة من وجهات النظر ما بين قطاعات حكومية ما بين المجتمع المدني من أجل محاربة هذه الظاهرة هذه ومن أجل القضاء عليها أو على الأقل التخفيف من الحدة ديالها ومن التأثيرات السلبية اللي كتسبب فيها هذه الظاهرة هذه في المجتمع المغربي عموما وفي الإقليم طنطا خصوصا. العرض غادي يكون مقتضب، غادي يكون موجز، لأنه غادي نفضلوا نفتحوا النقاش من بعد. غادي نتولى فيه أنا نعرض على أنظاركم واحد بعجالة الطفل في وضعية صعبة، المفهوم ديالو، المسار ديال التكفل ديالو في المحكمة. وغادي يتولى السيد قاضي الأحداث المحكمة الابتدائية طنطا الأستاذ أنس وفاء باش يعالج المحور الآخر ديال هذا الموضوع، الأطفال المهملين، ويبين المسطرة المتبعة في المسطرة ديال الإهمال. ومن بعد غادي نناقشوا بعض الإحصائيات اللي تتعلق بالمحكمة الابتدائية في طنطا، ثم نفتحوا النقاش إن شاء الله في نهاية